ادي لون المحشي، شايفين اللون ده؟ ورق العنب مهري، ولون البمبار شايفين كهرماني ازاي ومقرمش. يا مساء الخير على احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير وسبسكرايب للفيديو. يلا نبدا الفيديو. نسمي بسم الله. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل محاشي. هنعمل محشي كرنب اللي يقال عليه طبعا اللي انا بموت فيه، ومحشي بمبار اللي جوزي اللي بيحبه مش انا، وورق عنب البنات بيحبوه، يعني كل واحد بيحب حاجه عملتها له. حلو ان انت تعملي ايه، تشوفي اللي هم بيحبوه تعملوه لهم وتبسطيهم. ما تقوليش نوع واحد تفتكري نفسك وتنسيهم هم. لازم ايه تبقى برضه هم الاولويه في الاهتمام. نبدا الفيديو كده. حطينا اول حاجه ميه بتغلي وحطيت فيها ملح وكمون بس. دي اول حاجه هصرف فيها الكرنب، ونفس الميه هفكك فيها ورق العنب اللي انا مفرزاه عندي، هفكك فيها في نفس الميه برضه. كرومبا لو انت عايزه تقطعيها هي وقبل ما تسلقيها قطعيها. اللي هو بيعملوها مربعه، بس انا مجربتش الصراحه الطريقه دي. انا جربت كذا مره احطها زي ما هي حيه، اشيل الراس بتاعتها واحطها حيه، بس من كل كرومبا صغيره وكابسه. لكن الكرومبا دي مفرعه وورقتها كبيره، فما كنتش ينفع احطها في الحله لان الحله ما كانتش هتشيلها. وتقريبا دي اكبر حله عندي في الطقم يعني. هي حله فردانيه لوحديها، لكن عندي فوق المطبخ من فوق، فانا كسلت الصراحه انزل وقلت يلا اجدد يعني اقضي مصلحه واخلص. لان كان الوقت ده بعد العصر، يعني انا اصلا ما كنتش ناويه اعمل محشي اصلا، بس قلت خلاص بما ان العيال راحوا الدرس والدنيا هاديه حواليها هعمله خلاص. هحط هنا نفس الميه اللي انا حطيت فيها ملح وكمون، احط معلقتين زيت وانزل افكك ورق العنب. كنت لسه مطلعاه من الفريزر، ما تسيبوهوش يفك من بره، لازم تفككيه في الميه السخنه عشان ما ينسوش الميه بتاعته مره. اهي. ولو عايزه تعصري الليمونه في الميه عصري. يا دوب بس انا ايه كنت مفرزاه زي ما هو اخضر، ما كنتش سلقاه، كنت لفاه في ورق، ومن جوه الورق حطاه في كيس، بس الورق من الفريزر باشت. إيه فحشتها، فانا طلعته من الكيس كده على الميه، ويا دوب بس يحس ان الورقه راح تستوي. اللي هو ايه عارفه الفها، يا ما لفه ما لهاش ناشفه كده واقفه، لا اللي هي الورقه تحسيها خلاص دبلت. اهي. واحطهم في مصفى عشان يتصفى بالميه اللي فيه. الكرنب انا هصفيه بس لسه من ما ايه اخرط البصل واسيبها كده تدبل، اكون طلعت الكرنب من الميه اللي هو طلعتها بيه. هنا كان عندي كيلو ونص بصل، كان عندي 5 بصلات كبار كيلو ونص. فانا طبعا بما اني انا بعمل 3 انواع محشي، انا بحب البصله كتيره، بتبقى طعمها مسكر ومزز، وما بحبهاش في الكبه. يعني البصله بتاعت المحشي انا ما بحبهاش في الكبه، مش عارفه ليه، مع ان انا عندي كبيتين وعندي المبشره، بس ما بحب ما اعملها في الكبه، احس ان اللون بتاعها بيبيض وما بتدينيش الطعم اللي انا عايزاه. طبعا انتوا عارفين حالتي لما بخرط بصل. فقلت قطعتها حتت صغننه خالص، واحط لها نقطه ميه واسيبها تدبل عشان ما انزل عليها بالزيت. انا عاملها بزيت تبقى ايه خلاص ما تاخدش معايا وقت في التحميره. كل ده وانا بدور على الولاعه. انا صلحت الاشعال بتاع البوتاجاز، بس برضو في عين بتشتغل وعين لا. مع اني يعني عملنا الصوابع بتاعت الاشعال كلهم غيرناهم، بس مش عارفه مش بتشتغل ليه. عندي كان كيس بومبار في الفريزر، انا ما شاريهوش، انا الفريزر الكيس ده كان ليه سنه عندي في الفريزر. طلعته، قلت له تعالى كفاياك بقى، جرب مده صلاحيتك جربت تنتهي. طلعته كنت شايلاه مقلوب، عدلته. كنت الاول جايب المعجل وغسلته بحبه ملح وحبه خل وحبه دقيق، زيادة نظافه يعني. بصوا كنت شايلاه زي ما هو واقلبه، اعدله، هو مقلوب اعدله بالميه الجاريه. دوب بس تعمليه وتحط الميه تلاقي الميه هي بتعدلهولك على طول اهي. سريع سريع. كيلو الممبار يا بنات بيعمل يعني يعمل سفرة كاملة، يعني ما تستهونيش بالكيلو، وبياخد رز كتير يعني. انا ساعة ما جبت كان
كان العيد بتاعنا اللي هو بتاع شهر 4. جبت 3 كيلو، طبعا بيبقى الذبيح كتير وبتبقى الحاجة متوفرة وفي الضحية كمان. فقلت خلاص هشيله في الفريزر بدل ما انا كل ما عاوز انزل ادور، لان البومبار بيخلص. يعني ما بيجي الجزار عندنا احنا فارس ده بيذبح، بنروح الصبح بدري تحجزي. لو عايزة لحمة راس، عايزة كبدة، عايزة بومبار، تحجزي من الليل او الصبح بدري هو وبيذبح. لان دول مش بيقعدوا عنده، وفرد الكوارع برضو. فانا دول لقيت فرصة يعني ان الحاجة متوفرة والذبح كتير على العيد، جبت ساعتها كوارع وجبت بومبار وجبت لحمة العيد. فقاعدين عندي من ساعتها والله. كنت حاطاه في ديب الفريزر، واساسا انا ما كانش في دماغي ان هو فيه، يعني ما كنت ناسي ان هو فيه. فما قعدت اروق في الفريزر اشوف فيه ايه وما فيش ايه. لقيته قدامي، قلت له تعالى، جه وقتك. جاب لي منصوب، احنا خلاص كل كام يوم وداخلين على الصيام. فخلاص احنا ايه قلنا قبل منصوب. في ناس بتحب تحشيه مقلوب. تخلي الدهنة دي من جوه بتدي طعم للرز وبيبقى حلو. بس انا الصراحه لا، ما بحبهاش. انا بحب اخليها من بره وبتسلي في الشوربه، وفي نفس الوقت برضو الطعم بيدخل في الرز، يعني بيستوي فيه. البصل من ما عدلت البمبار كانت البصله دبلت. انزل عاد بالزيت ومعلقه شطه ومعلقه فلفل اسود وشم ريحه البصل. الريحه تضرب اخر الدنيا. اهي. قلت لكم ان انا اشتريت طقم توابل جديد، بس ايه مستنيه كده دي بشويه توابل، ونعمل فيديو حلو مع بعض، نعمل ال7 بهارات وازاي نحمص الشطه ونطحنها. يعني هوريكم فيديو حلو، بس انتظروني لسه ايه ما جاش اوانه. الخضره طبعا كنت جايباها والجو برد وشتا، بتبقى مليانه طين. عارفين كانت مليانه طين بكميه عبيطه، بس كانت الصراحه خضره وفيها ماده دمويه كده والريحه حلوه، يعني خلت شويه المحشي طعمهم زي العسل. بتغسل طبعا اهي بص. مغلوبة الفلتر خلص، هعصم المية العادية وبعد كده اشطف من الفلتر. المية العادية دي احنا اللي بنشرب منها، ولا بنغسل منها، ولا بنعمل منها اكل. لان دي مية ارتوازي، اللي هي مش مش مية حكومة اللي هي متكررة. فاحنا مش بنعمل منها غير نغسل المواعين او نغسل الهدوم او نغسل سجاد منها بس. لكن غير كده واستهلاكنا كله على الفلتر والمية الحلوة. انا طبعا مش بعمل مية حلوة، انا استهلاكي كله على الفلتر. لان احنا عشان نملى مية حلوة مش موصلينها فوق، مش عاملين توصيلة. لازم تنزلي تملي جزايز اللي هي الكبيرة 25 لتر دي، تمليها وتطلعيها. طبعا انا مفيش مرار لده كله، انا بستهلكي على الفلتر على طول. وبصراحة احنا اتعودنا على الفلتر. انا اي مية بشربها غريبة بقول لها انا اتعودت على مية الفلتر. حتى لما بروح البلد واشرب المية الحنفية العادية، يوم والتاني زوري بيقفل على طول. لان انا اتعودت على مية الفلتر، مية معقمة ونظيفة ومش مالحة. اه تحس المية المالحة دي كده بتدبح زورك، بتعمل كمية صديد بدرجة عبيطة. عشان كده احنا اتعودنا على مية الفلتر. بغسلها من المية التانية واشطف وهكذا. ايوه ننضف مكاننا. نرجع للبصلة اللي هي انا اساسا موطي عليها وسايباها تستوي ايه على مهليها خالص. ما خدتش بالظبط نص ساعة، ما خدتش. يعني انت ممكن تحمري بصلة واحدة وتشوحيها في الزيت وتنزلي بالطماطم براحتك. بس انا عايزة اعملها تجلية، عايزة اخلي البصلة كده مصفرة وكتيرة. فحبيت ان انا اخليها ايه تدبل الاول بنقطة مية، وبعد كده انزل بالزيت واشوح فيها تشويحتين 3. وبعد كده انزل بالطماطم اللي انا فرماها كنت في الهاند بلندر. بتدي طعم حلو، تبقى البصلة كده فيها حتة صاحية، بتدي طعم مزز كده. انتوا بتاكل المحشي تحسي ان في بصل طعمه مسكر، عكس ما تعمليها في الكبة. ده هنا كنت بفرط ورق الكرنب. الكرنبة كانت كبيرة عشان كان فيها كمية مية. طبعا انا كل شوية بحرك فيها عشان ايه ما تلزقش.
شايفين؟ بيطلع كمية مية، نشرة مية كتير. كويس ان انا ما اتكيتش عليها في السوا، لو اتكيت عليها في السوا كانت هتتهري مني. وحلو ان انت تجيبي الكرنبة وتعمليها في يعني تاني يوم، متركنيهاش، لان لو ركنتيها الاطراف بتاعتها بتدبل ومش بتستفادي فيها منها بحاجة غير اللي هي اللي عند العروق، وبتبقى ناشفة. فانت تجيبيها يعني صابحة، تعمليها مثلا بعد الظهر بعد العصر براحتك، او تاني يوم بالكتير زي ما انا عملت. مرة جبتها يا بنات قعدت 4 ايام، بصراحة اتعجبت منها، ما كنتش عايزة اعملها، وفي الاخر عملتها وهي طلعت حلوة، لان كان نص الورق بتاعها دبل، ومن هيئتها ان ظهر ان هي هتاخد رز كتير، فما زاد من عندي كمية خلطة. رحت جبت بتنجان وعملت محشي بتنجان. مع العلم انا مفيش حد بيحب محشي بتنجان في البيت غيري انا بس، فعملت لنفسي محشي بتنجان بالخلطة اللي زادت. ادي الهاند بلندر يا بنات اللي انا مشاريها من عند منال سنتر البطل اللي في وش البيت. بصراحة عسل عسل عسل، حلو حلو يعني. بيريحك، يعني انت عارفه يعني ايه تدور بالطماطم لا اللون يغير ولا تحطي لها ميه زي الخلاط. في الكبه بتدب تقطعيها قطيع وبتبقى خشنه في الكبه، لكن دي لو حتى لو صفتيها مش بيطلع منها حاجه، لان السكينه بتاعته صغننه بس جديده. يعني السكينه بتاعته تطلع حوالي طول عقلة الصابع او عقلتين صابع، بس جديده شديده شديده يعني. بصوا في ثانيه خلاص كده اهو. ده كيلو طماطم من غير ميه، طماطم خام اهي. شايفين السمك بتاع؟ انتوا عارفين عشان انزلها من الشفشة بتاع الهاند بلندر لازم معلقه، لان ده تقيل تقل، بيعمل زي الجيلاتي اهو. بصوا عكس الخلاط طبعا، لما تيجي تكبيه يتكب على طول، واللون بتاعها احمر زي ما هو، مغيرش. الخلاط بيغير لون الحاجه، دي ما غيرش اي حاجه. ممكن تستعمليه في العدس، تستعمليه في الطماطم، تستعمليه في العصاير لو انت عايزه تعمل عصاير من غير ميه، تستعمليه في اي حاجه عايزه تعمليها. هنا حطيت معلقه بابريكا ومعلقه شطه ومعلقه فلفل اسود، ايوه، على التقليه بتاعتنا على البصله. بصوا اللون، يا لهوي، تعزيز اللون. لو عندك فلفل احمر ممكن تضرب بفلفل احمر مع الطماطم، بس انا ما عنديش ومش اوانه هو دلوقتي. طبعا كنت غسلت المواعين وشطبت الحوض وظبطت الدنيا قبل ما اعمل اي حاجه، لان من ما اقعد والف المحشي يا دوب هقوم هسوي المحشي، من ما اخد دش وخلاص هظبط نفسي عشان نتعشى هيكون المحشي استوى. فعشان كده انا ظبطت كل حاجه قبل ما اقعد الف فيه، لان اللف ده بياخد وقت. ما يغركمش بنات القنوات التانية ما بتلف يقولك الف بسرعة الصاروخ والف في دقيقة، وداع للف المحشي والكلام ده كله، ده كله كده عناوين، لكن هو المحشي بياخد وقت في اللف معروف. وتفصيص البسلة اللي تقولك فصصي 5 كيلو بسلة في 5 دقايق، كدابين، ما تصدقوش الكلام ده. قطع الخضرة واحدة واحدة. عندك مقص قطعي بالمقص، انا عندي المقص بس استخبيته وعملت بالسكين، مش كان المقص اسهل؟ الدماغ شغالة مش بتنام، شغالة فين لما تنيل على عينها. حط لايك اللي محطتيش لايك، بالله عليك لو شفت الفيديو وعجبك حطي لايك. عايزة كل مشاهدة في الفيديو، يعني عندي 200 مشاهدة وعايزة 200 لايك. اللايك ده مش بفلوس، اللايك ده كده يعني. ممكن تحط لايك وانت ما عندكيش رصيد اصلا. حط لايك عشان ينفع الفيديو ويتشاف في قائمة البحث. بس مش اكتر. ولو عجبتك القناة وما مش مشتركة دوسي كلمة اشتراك. قارة الكزبرة بالمناسبة انا ما بحبش بقدونس ابدا في المحشي، بحس ان هو بيعمل لي انتفاخ، يعمل لي كده خليني اطلع ريحة البقدونس من بقي لا، انا بحب الكزبرة الخضراء في اي حاجة، حتى في التونة اللي انا عملتها معاكم قبل كده. لا، البقدونس احسه كده تقيل على المعدة، هو بالنسبة لي انا، ممكن يكون بالنسبة للناس التانية عادي، بس الصحية اكتر والاحلى في المحاشي الكزبرة الخضراء والشبت طبعا.
يعني عشان تعملي محشي ولا انا عايزه كزبره، ما تجيبيش بقدونس نهائي، بقدونس تقيل. اخيرا خرطنا حوالي كام، حوالي 4 ربط خضره، 2 كزبره و2 شبت. واطلع كده حبه من التتبيله زي العسل دي. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا الاضاءه عندي زي الزفت، والالوان بتاعه الاكل مظلومه بسبب الاضاءه بتاعه المطبخ. يعني انا لو عندي اضاءة حلوة هتشوفوا اكل حتة تانية خالص والوان تبهر. بس يلا الحمد لله احنا احسن من غيرنا. نبص للي اقل مننا وما نبصش للي اعلى مننا، عشان لو بصيت للي اعلى منك هتتعبي. بص للي على اقل منك عشان يبقى عندك رضا وقناعة. ايوه هنحط حتة من اتمم نحطوها كلها، لا مش هنخلي حاجة بسيطة نحطها على وش المحشي. وهتشوفوا تكاية يا بنات، هتخلي صابع المحشي يطلع صابع صابع وما يطلعش منه ولا رزاي، وكله على عينك يا تاجر. هتشوفوا معايا اهو، ولا رزاية تطلع من المحشي ولا صابع يفرفر اللي فوق ولا اي حاجه. انا حطيت ملح وحطيت كزبره ناشفه وحطيت ورق نعناع فرقته عشان الانتفاخات. حطينا ورق نعناع، ممكن تحطيه ايوه ورق نعناع، بس ورق نعناع ممكن تحطيه على الجبنه القريش كمان عشان الانتفاخ والحموضه بتاعت الجبن. وحطيت معلقه بابريكا وحطينا شطه، وهتحطي معلقه زيت عشان الرز يلمع. ده كله هنحطوه وخلط خلط ده كله. انا لسه محطتش الخضره، لما تطفي عليها وتبرد شويه تروحي حاطه الخضره. متحطيش الخضره وهي على النار عشان الخضره ما تتبلش معاكي بسرعه. احنا هنخلط الخضره. ودي الجعر الحله حطيت فيها بصل وطماطم، ممكن تحطي جزر، ممكن تحطي كوسه، شرايح كوسه اللي ولادك بيحبوه حسام ممكن ياكلوه. حطي اعملي حطيه. انا طبعا طلعت شغلت الشاشه وشغلت المسلسل، وقلت ما بديهاش احضر المسلسل اللي انا متابعاه بتاع ايجار قديم. ايوه متابعينه معايا، بيجي الساعه 4، مش عارفه 4 ولا 5 المغرب. لا 4، يجي الساعة 4 عشان بيخلص مع المغرب، بعد المغرب. يعني من ما خلصت المسلسل كنت انا حشيت البمبار وحشيت ورق العنب، وفضل اللكم ما خدش وقت. هو المرار كله في ورق العنب. عايزة تجيبي ورقة على ورقة او موال. انا حشيت البمبار وحطيتهم في طبق عشان في نفس ذات الحلة اللي فيها الخلطة هسلق فيها البمبار توفير للمواعين والمجهود. شايفين البنات فرحانين باليوم المحشي، عايزين يحشوا معايا. احنا كده هنفصل الفيديو وهنرجع بقى ما نحشي. اهو مش قلتلكم ما بديهاش، انا لازم اقعد براحتي اصل الصراحه عشان احشي لازم اقعد براحتي، فالكاميرا مش واخده راحتي قدام الكاميرا. فصلت وكلنا نعرف نحشي، يعني كلنا شطار وحلوين ونعرف نحشي ايه ورا الكرب. ادي اهو. انا ما عنديش حد عشان افصل الكاميرا يساعدني، يعني بالنسبه مريم ليها هيطلع حوالي شهر ونص في البلد، محدش عندي، فانا بفصل واقعد كده مع نفسي ودندن بالراحه واعمل كل حاجه. عندي كام ورقه كانوا دبلانين حطيتهم على الوش، مش احطهم في الجعره. في الجعره اصلا حاطه ورق بصل، حاطه بصل وحاطه طماطم وحاطه زيت، فانا مرضتش احطهم فحطيت ايه، حطيتهم على الوش. بصوا شايفين زي ما انتوا كده. وعندي العروق دي انا بحب اجرمش كده فيها واكلها، فحطيتها على الوش تتسلق معاهم. نروح نعمل الشوربه بتاعه المحشي. اول حاجه عندي ميه تغلي حطيت فيها ملح، احط فيها كمون، اهم حاجه الكمون، ومرقه، 2 مرقه، مرقه فينفوز، فلفل اسود وكمون اهو، وشطه وبابريكا وتاني. يا لهوي ده فيها كل حاجه. بس تغلي غلوه كده وتسريعا للوقت، وان احنا عايزين نتعشى ونجهز، نجهز للمذاكره، نجهز للمعركه الكبيره. هننزل بيه على طول هو بيغلي ونسيبه. انا عامه عادي، انا عادي جدا ان انا ازود المحشي ميه بشوربه بارده، بس عشان انا عايزه اسرع. حطينا الحل بصوا زي ما غسلتهاش زي ما هي. احط كده الميه تغلي ويزيدوا حبه شوربه من دول، نحطهم عليهم نفس ذات الحله بتاعه البمبار، نكب عليهم ايه نكملها. ايه اهم حاجه تهزي
ايوه هزي يا وزة كده لغاية ما تعرف المية كده ايه خلاص. ايوه لغاية ما اخر صباع يدوب المية طلت نصه، رحت وقفت المية عشان ما يعجنش، وما تعليش عليه النار، يدوب يغلى غلوتين ووطي كده وسيبيه براحته خالص. المية غليت بريحة النكهة دي فدت وكانت جايبة اخر الدنيا. حط البمبار. البمبار بيبقى الصباع بمبارة بتبقى طول دراعك، تدخل تنزل مية تلاقيها بيجي طول صباعك. بيحصل له عملية تحول. ده طبعا كان مقطوع، بس يلا العيال هياكلوه، هيطلع صغير العيال هياكلوه. لازم لما تحط البمبار تبقى المية بتغلي وتحطي فيها ملح. عايزة تحطي توابل حطي، مش عايزة. انا عن نفسي ما بحطش توابل، بس هي المية دي زادت فيها توابل حطيتها، او بصراحة ضعفت طعم الحلاوة فيه، كان طعمهم سكر. والشوربة بتاعته احنا مش بنشربها، احنا الشوربة بتاعته انا بحط فيها عيش وبحطها للبطة والفراخ، لكن احنا مش بنشرب. وادي المحشي اهو استوى. بصوا، بصوا شفتوا الحلة، شفتوا الحلة الرصة بتاعتها، مفيش صبع اتفرفر ولا خلع. شايفين جوزي؟ شفتوا الايد؟ شفتوا الايد اللي اتمدت؟ طبعا مش مستني، هو مدمن محشي كرنب. وطلعت البمبارة اهو. الأكلة بتنادي ايه أكلها، يعني في المناسبة دي حد دخل قال أنا شامم ريحة محشي، أنا عايز أكل محشي. أقول إن حماتك بتحبك أقعد. اتعشى معانا طبعا، حطينا البمبار وحطينا المحشي، حطينا ورق العنب وفرطنا كده نفسينا في الأرض واديناه. البمبار انا ما برضاش احمره كله عشان لما بيفضل ما بيتسخنش، هو لازم يتحمر، يفضل يقعد في الشوربه وبعد كده يتحمر، يسخن ويطلع الحمر. فانا ما حمرتهمش الصراحه، أو ما حمرتوش كله، خليت حبه كده لتاني يوم، عشان تاني يوم مش هعمل اكل. انا ما فيش مراره اقف اليوم كله على المحشي الكرنب ومحشي ورق العنب والبمبار وادي تاني يوم ادور اعمل ايه، لا. اللي هيفيد هتاكلوا منه تاني يوم. عندي طاسة وحطيت فيها زيت عميق وانزل بالبمبار، ويا ريتني ما حطيت زيت عميق. ازازة الزيت ب40 جنيه، حطيت نصها عشان احمر شوية بمبار، وفي الاخر الدهنة سالت فيهم الزيت ما جلش، لا ده اتضاعف. يعني انت المفروض تحطي زيت قليل هيزيد. يلا معلش، نص ازازة الزيت ب20 جنيه راحت في تحمير البمبار. اتشمللت يا بكيزة. يلا. ايوه. نطلع لونه كهرماني ومقرمش، يا سلام، ده بيتاكل سخن، لو برد ما يبقاش ليه طعم. عايزه اقول لكم مريم بنتي بتبقى جرفانه وعدمانه وما بتاكلش. بص عايزه اكلت واحد هو وطلع من الطاسه. يا بنتي سخن، انا بحبه سخن، يا بنتي هيلسعك في لسانك، انا عايزاه يلسعني في قلت لها اهو. اديتها وفضلت تبرد تنفخ وتاكل تنفخ ادي البمبارات اللي انا ايه، يا دوب كل واحد صباع والمحشي. بصوا بصوا، مفيش محشية من بره. الكاميرا ظالمة اللون، شفتوا في اول فيديو اللون الامامي، الكاميرا الخلفية ظهرت اللون ازاي. ورق العنب نزل. انا حطيت ورق العنب في نسيت اقول لكم يعني، حطيت ورق العنب في قاع حلة المحشي في القعرة من تحت. بصوا كان مهري وطعمه زي العسل. بصوا، انا خبيت ورق العنب عشان محدش ياكل منه، اللي خليتهم للبنات. هما كام صباع جوف كده اهي. يلا تكاي، لكن انا خبيت الباقيين. ادي البمبار وادي محشي الكرنب، ورا العنب خليل تاني يوم، بما ان هما البنات هياكلوا بمبار. وبكده الفيديو يبقى خلص. تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب، بشوفكم فيديو جديد، وهنشوف اللون البمبار الحلو اهو. شايفين ده لون الكاميرا الخلفية اللي بتظهر اللون بطبيعته عكس الامامية نهائي. شايفين البمبار محشي مهري ازاي اهو. يميني لا يمني عليهم دلوقتي خلاص الحمد لله. يلا كده الفيديو خلص، اشوفكم فيديو جديد، باي باي.